السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى جميع الإخوان والأخوات يلقاكم هذا الفيديو بخير وبتمام الصحة والعافية يا رب العالمين، نتوما وكافة الأهل والأحبة ومعز عليكم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا نوجدوا واحد الطريقة رائعة ديال السمك في الفرن، يعني بدون خضار، يعني غير التوابل. يعني غادي نحاولوا ناخذوا قزبر ومعدنوس وناخذوا واحد راس ديال الثومه، ودي نحاولوا نضيفوا توابل ابزار سكينجبير وخرقوم وبابريكا وملح وكمون وواحد حامضه. ومن بعد غادي نحاولوا ندخلوا كاع داك التوابل كلها في هذا الحوت. من بعد ما غادي نصنفوه، غادي نخليوه واحد تمن واحد 10 دقائق حتى ل20 دقيقة وهو كيدخل فيه داك التوابل كامل في هذا السمك هذا. من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا نوضعوا السمك ديالنا في اللاطه وغادي ندفعوه للفران. يعني هاد السمك هذا بدون يعني خضر. تبعوا معايا عافاكم الله يخليكم الطريقه ديال التحضير. كيف ما كتلاحظوا خدينا واحد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس، غسلناها ونقيوها ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي ناخذوا واحد القطعه وغادي نقطعوا القزبر ومعدنوس على قطع رقيقه. من بعد كنحاول نوضعوه في واحد المقيله، كناخذ واحد راس كبير ديال الثوم مقطع رقيق، وضفت بالنسبه الثومه وشويه ديال الزيت مع داك القزبر والمعدنوس وخليناها تشحر واحد شويه. كنضيفوا التوابل كيف ما كتلاحظوا، يعني التوابل كامله اللي قلت لكم، يعني كمون، ابزار سكنجبير خرقوم بابريكا وشويه ملح وشويه واحد عصير ديال الحامضه. ومن بعد غادي نحاول ندخل كامله داك التتبيله في السمك. من بعد كنحشيه في الفرن حتى كيطيب جيدا كيف ما كتلاحظوا على نار مهيله. ومن بعد كيف ما لاحظتوا راني خديت واحد الحبه ديال الطماطم قطعتها ووضعتها من التحت وعاد وضعت من فوقها السمك. ومن بعد خديت داك السمك حطيته من الفوق مع داك التوابل كامله وحشيته في الفران حتى طاب وتشحر يا لاله ويا سيدي. ومن بعد كنقدموه بالصحه والراحه. هذا هو الطريقه سهله وبسيطه باش يمكن لكم توجدوا كطبق ديال السمك. بهاد الوجبه كتجي رئيسيه رائعه ما شاء الله، يعني مع شي سلطه، وكنقدموه لكم بالصحة والراحة. نتمنى يا ربي تنال إعجابكم ونتمنى تعجبكم هاد الطريقة الرائعة. وتحياتي لكم وأحبكم في الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.